السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غادي نمشي معكم واحد الكيك كيجي زوين. انا غادي كنقطع الشريحة، غادي نقطعها بهذه الطريقة، نقطعها مكعبات صغار. غادي نشدها بطبيعة الحال، نغسلوها مزيان ونشفوها ونقطعوها هكا شرائط صغيورين، ومن بعد كنعاودو نقطعوها. دابا انايا عندي هنايا كاس ديال هذا كاس ديال العصير مخلط فيه الجزر وفيه الفريز وبنان وفيه القرعه. انا غادي نشاط ليا هذا الكاس، غادي نديرو في الكيك. عندي هنايا كاس الا ربع ديال زيت المائده، عندي هنايا كاس ديال السنيده الا ربع، عندي هنايا شويه معلقه، غندير معلقه ديال القشور تاع الليمون، عندي هنايا جوج ديال البيضات، عندي الدقيق ابيض، وغادي ناخذ واحد جوج معالق ديال هذا الدقيق كيقولوا ليه اصفر او فينو، عندي هنايا جوج معالق ديال المربى ديال المشماش، عندي معلقه ديال الزبده. غادي نبداو على بركه الله. غادي نخفق هذا البيض مع سميتو مع السنيده. غادي ندير شويه ديال الملحه، غادي نخفق البيض مع سنيده. غادي ندير معلقه ديال القشور تاع البرتقال هكا باش كتعطيني واحد الكيك يكون زوين في المذاق تاعو. هاد القشور انا حكاهم ودايرهم في السنيده ودرتهم هنايا في قرعه. غادي ندير الزيت، غادي ندير هاد المشماش مع كونفيتير ديال المشماش مع الزبده. هنا غادي ندير العصير، عندي جوج باكيات ديال الخميره، غادي ندير دوك جوج معلقات ديال الدقيق فينو، دابا غادي نبدا ندير الدقيق بشويه بشويه وانا كنخلط. غادي ندير هاد الشريحه وغادي نخلطها مزيان وغادي نكبها في المول. هذا دهنتو بالزبده ورشيتو بشويه ديال الدقيق. غادي ندخلها طيب على نار مهيله، غادي نشعل عليها غير لتحت ونخليها طيب حتى وكان طيب كتحمر. هي اصلا الا حليتو عليها غير الفران من التحت ونقصتو عليه البوطه كطيب شويه عليها مده ساعه وكتحمر من الفوق صافي. نخرجوها ونقدموها ونرجعو نشوفو الشكل النهائي ديالها في الاخر. سميتو الكيك ديال الشريحه كيجي زوين، داك العصير المذاق اللي فيه ديال الفريز. واحد ملاحظه، دابا اذا كطيبوا الكيك بحال هذا الشكل حيت هذا كيتقجر، من الاحسن ما تقطعوش بهذه البلاصه، قطعوا به الظهر ديال الموس باش تقطعوا. انا قطعته بالظهر ديال الموس بحال هكا هنا، حيت الا قطعته به هنايا غادي نجرح هذه، غادي نجرحها وغادي نخسرها. داكشي علاش قلت لكم هذه الملاحظه. نشوفوا دابا